السلام عليكم شباب تالتة ثانوي. مستر إسلام كامل فيديو حل كتاب الامتحان الاختبار على الدرس العاشر. مستني دعمكم، مستني التفاعل بتاعكم. لو في أي حاجة في الأسئلة مش واضحة ابعتولي على طول يا شباب. نبدأ على طول حل. يلا، أولا اختر الإجابة الصحيحة للأسئلة من 1 ل10. 1. أي مما يأتي يعتبر من الفينولات؟ طبعا على طول الإجابة رقم ج. ليه بقى؟ لأن حمض الفيثاليك ده حمض عضوي مش فينولي. الإجابة حمض البكريك والبيروجالول الاتنين من الفينولات. رقم 2. ما عدد أيزوميرات النيتروفينول؟ اللي متابع معايا في الحل ومتابع معايا في الشرح عارف ان النيتروفينول عبارة عن حلقة بنزين عليها فرعين، يعني ثنائي الإحلال، وأنا مأكد عليك إن ثنائي الإحلال دايما أيزوميراته 3 أيزوميرات، فالجواب الصح هنا هو رقم ج. طيب نعملهم مع بعض برضو عشان تبقى واخد بالك الدنيا ماشية ازاي. هو بيكلمني على أيزوميرات النيترو فينول. احنا اتفقنا ان النيتروفينول ده عبارة عن حلقة عليها NO2. لحظة، حلقة موجود عليها NO2. طيب ال NO2 ال OH الأول اللي هو الفينول وال NO2 ده المكان قرصه. إما بقى إنك تسكنها في المكان بارة، وإما إنك تسكنها في المكان ميتا. هتقول يا مستر طب ال OH مش بتوجه لي بارة لميتا؟ هقولك لا، احنا ملناش دعوة هي بتوجه ولا لا، احنا بنحط الأماكن حسب الأيزوميرات، الأماكن المتاحة. فلذلك الإجابة هتبقى ثلاثي الإحلال. 3 أيزوميرات، يعني اللي هو المكان أورسو وبارا وميتا. طيب نيجي للسؤال اللي بعده. السؤال رقم 3 بيقول عند إمرار خليط من الكلوروبنزين وبخار الماء على سيليكا جل مسخنة لدرجة الإحمرار، فإن الناتج، طبعا هنختار الفينول. ليه يا شباب؟ دلوقتي السيليكا جل انت المفروض عارف انها مادة بتمتص السوائل اللي بتحط عليه، فهو هيحط كلور وبنزين اللي هي حلقة وعليها Cl مع بخار الماء HOH، يبقى هيحصل استبدال. ال H هتاخد ال Cl وال OH هتدخل على الحلقة، يبقى هيدينا حلقة وفي عليها OH زائد HCl. لذلك السيليكا جل هنا دورها كأنها بالظبط حولت التفاعل لتحلل مائي قاعدي بال NaOH. يبقى احنا هنختار هنا الجواب الصح من الفينولات. طيب تعالى كده نشوف السؤال اللي بعده. 4 بيقول أي مما يلي يعبر عن الفينول درجة انصهاره أكبر من الكحول الإيثيلي يعني أو الإيثانول، ولا كلاهما؟ كلاهما يتفاعل مع هيدروكسيد الصوديوم. طبعا دي غلط لأن الفينول بيتفاعل والكحول لا. كلاهما يذوب في الماء بسهولة، برضو غلط، الفينول مادة صلبة ما بتدوبش في المية. درجة غليان الإيثانول أكبر. طيب يبقى أنا عندي ألف ودال هما الاتنين اللي أنا مش عارف الإجابة الصح فيهم. نركز بقى كده يا شباب. احنا قلنا الفينول بينصهر عند 43 درجة ونص، لكن الكحول الإيثيلي سائل في درجة حرارة الغرفة، يبقى أكيد انصهار الفينول أكبر. عشان كده الجواب الصح هنا هو رقم ألف. طب ليه يا مستر ده الغلط؟ غليان الإيثانول أكبر. بص يا حبيبي، انت حضرت الفينول بالتقطير التجزيئي لقطران الفحم، وقطران الفحم ده كان بيجيب البنزين عند 80 ل82، يعني اكيد الفينول درجة غليانه اكبر من البنزين. تمام، فبالتالي هو اكبر من الكحول الإيثيلي اللي هو 78 درجة. نيجي للسؤال رقم 5 بيقول اي مما يأتي يعتبر صحيحا للفينول. عايز حاجة صح للفينول. أي مما يأتي يعتبر صحيحا للفينول. ال Ka ب10 أس سالب 10،
انا بس مؤقتا كده لحد ما نشرح في الباب الثالث لازم تعرف ان القوة بتاعة الحمض بتتناسب طردي مع الثابت بتاعه اللي هو الايه الكي اي. يعني كل ما الكي اي يزيد كل ما الحمض يكون ايه يا شباب، يكون قوي معاه. طيب انت الفينول الثابت بتاعه بالسالب او 10 والسالب 10، فهو حامضية صغيرة طبعا. ألف أقل حامضية من الإيثانول، دي غلط أكيد. ب أقل حامضية من الكربونيك. مين اللي هيحكم؟ الثابت. بص على الثابت هنا كام وبص على الثابت هنا كام. طبعا 10 والسالب 7 أكبر، يبقى ب إجابة إيه صحيحة. نيجي للسؤال رقم 6 بيقول عند هدرجة الفينول في وجود النيكل كحفاز عند درجة حرارة 160. هدرجة الفينول، انت بتعمل هدرجة. طب تعالى كده دي السبورة نشوف انت بتعمل الهدرجة المفروض الايه ازاي. يعني الفينول حلقة وعليها OH، لما هتعمل هدرجة يعني هتفاعله مع 3H2، يبقى بالتالي هتكسر الروابط الباي اللي جوه، هيتبقى معاك حلقة والأو اتش موجودة زي ما هي والرابط اللي جوه اتكسر. طب ما هو كده مستر بقى هكسان حلقي، لا بقى هننطقه ايه هكسانول حلقي. ليه؟ لأن فيه أو اتش عليه، لذلك أنا هختار الإجابة اللي هتقول يا شباب ها هكسانول حلقي الإجابة الصحيحة. تعال نشوف كده الإجابة دي. السؤال 7 عند إمرار بخار الفينول على الخرسين الساخن يتكون الفينول وخرسين، ده طريقة تحضير البنزين، يبقى يتكون هيدروكربون يا شباب أروماتي معايا. نيجي للسؤال رقم 8 ما المركب إكس التي تؤدي نيترته إلى تكوين ميتا نيترو إكس. يعني لو جينا نرسمها كده، أنت عايز إكس فوق وعايز في ميتا تحط نيترو، مين اللي بيوجه لميتا؟ هل هو البنزين؟ لا. هل هو حمض البنزويك؟ صح، لان احنا قلنا ان لو الاكس دي مجموعة فيها كربوكسيل، طبعا غير الاو اتش، الاو اتش بتوجه ورث وبارة، اي مجموعة فيها كربوكسيل اخرى طبعا هتوجه ليه لميتا، يبقى هنختار حمض البنزويك. نيجي للسؤال التاسع ما عدد مولات البروم اللازمة للتفاعل بالاستبدال مع 1 مول من الفينول؟ طيب احنا قلنا الفينول بيتفاعل مع ماء البروم الأحمر وبيدي راسب أبيض، أكيد فاكرين الفينول مع ماء البروم الأحمر بيدي راسب أبيض. يعني الفينول ده اللي هو حلقة وعليها OH هيوجه ماء البروم، يبقى انت عايز 3 مول. ليه؟ لأن الفينول بيوجه فورس وبارة. لو جيت تبص كده هتلاقي المكان ده والمكان ده والمكان ده هيدخل فيه البي ار، فبالتالي انا بوجه في قرص وبارة، فبالتالي ايه انا عايز 3 مول من الفينول للتوجيه كده. طيب يبقى هناخد 3 مول ولون المركب الناتج ابيض، يبقى الجواب الصح هو الف. نيجي للسؤال 10 اي مما يلي يعبر عن تفاعل كل من بروميد الايثايل وبرومو بنزين كل على حدة مع كي او اتش. يعني هو عايز يفاعل C2H5 بي ار، ده بروميد الايثايل، وعايز يفاعل حلقة بنزين بي ار مع كي او اتش. طيب احنا كنا قلنا ان مجموعة الالكايل يا شباب دافعة للالكترونات، اما مجموعة الارايل ساحبة. طالما C2H5 دافعة يبقى الرابطة مع البي ار هتبقى طويلة، فانا هيسهل الاحلال وهكون بروميد الايثايل اسهل ويتكون كحول. يكون بروميد الايثايل كحول بسهولة، الإجابة ألف صح. لكن بروميد الفينايل طبعا بصعوبة لأن الحلقة ساحبة وهتأثر الرابطة معاه. نيجي الثانية، هجب عن سؤال مقالي وضح بالمعادلات الرمزية كيفية الحصول على حمض البكريك من الكلوروبنزين. الكلوروبنزين ده عبارة عن حلقة وعليها يا شباب Cl. هو عايز مني حمض البكريك، حمض البكريك ده اللي هو كان ثلاثي نيتروفينول، يبقى لازم الأول أفاعل مع الكي او اتش عشان أجيب مين؟ أجيب حلقة الفينول اللي هي حلقة وعليها او اتش، وبعد ما أجيب الفينول زائد كي سي ال
والكلام ده بيكون في وجود حرارة و300 ضغط و300 درجة مئوية و300 ايه ضغط جو. جبنا الفينول، يبقى فاضل خطوة ان انا امسك الفينول اعمل له عملية النيترة ب 3HNO3. هنا بقى يتكون في وجود طبعا H2SO4 بنسبة 1:1 المركز. هنا يتكون ثلاثي نيترو فينول اللي احنا عارفينه باسم حمض الايه حمض البكريك. طيب وبيخرج 3 مول من المية برضو، صح؟ يبقى ثلاثي نيتروفينول بلس 3H2O. طيب تعالى بقى نشوف السؤال اللي بعده. بيقول وضح ازاي اميز كيفية التمييز بين محلول مائي من كل من الفينول والايثانول. طبعا احسن شيء هنا بإضافة 3 مول من ماء البروم الأحمر، أو أقول على طول بإضافة ماء البروم الأحمر مع الفينول. احنا عارفين إن فيه مركب راصب أبيض خارج اللي هو قلنا بيوجه فورس وبار لو فاكرين. طيب مع الكحول الإيثيلي، مع الكحول الإيثيلي هينتج لا يحدث تفاعل، لا يحدث تفاعل. يعني أتمنى كده نكون تممنا الامتحان. لو في أي سؤال مش واضح يا شباب أنا معاكم، ابعتولي. كان معاكم مستر إسلام كامل، وإن شاء الله في فيديو جديد نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله.